تخيلوا معي طفلاً أعمى فقيراً طرد من المدرسة قبل أن يبلغ 15. يصبح رمز التنوير في القرن 20. مستحيل. من هذا الأسطورة؟ كأنه خرج من رواية لا من الواقع. إنه عباس محمود العقاد، الرجل الذي هزم الفقر وانتصر على الملك وكتب اسمه بحبر لا يجف في كتاب الخلود. كيف انتقل من أسوان البسيطة إلى العالمية؟ اليوم نحن على موعد مع عاصفة فكرية اسمها العقاد السائر. مولود في أسوان عام 1889، لكن كيف فقد البصر؟ بحمى غامضة أفقدته البصر، لكنها منحته نعمة البصيرة. ترك التعليم النظامي وفتح جامعة داخل عقله. تعلماً ذاتياً؟ نعم، تعلم الإنجليزية وحده وقرأ 8 ساعات يومياً. بدأ كموظف ب3 جنيهات، لكنه آمن بجملة خالدة: الوظيفة هي مقبرة العبقرية. ما حكاية مدرسة الديوان؟ العقاد والمازني فتحوا النار على الشعر التقليدي. هاجموا أحمد شوقي وقالوا الشعر يجب أن يكون فكراً حياً لا قافية ميتة. رد عليهم؟ وصفهم بصبية الأدب، لكن تمردهم أحدث ثورة أدبية لن تنطفئ. ما هذا؟ العقاد في السجن؟ لماذا؟ كتب مقالاً بعنوان الاستبداد السياسي، هاجم فيه الملك فؤاد الأول، فكان الثمن زنزانة ل9 أشهر. وكيف خرج منها؟ بفكر أقوى من القيود وكتاب ساعات بين الكتب كتب داخل السجن، وقالها بشجاعة: السجن لا يحبس من ولد حراً. أكثر من 100 كتاب عن الله وبيتهوفن والعبقريات. رفض الزواج وقال: الزوجة تستهلك عقل الرجل، وعاش مع 35,000 كتاب. كتب عن عبقرية محمد وعبقرية عمر وغيرها، وأثبت أن الرجال لا يولدون عظاماً بل يصنعون أنفسهم. كيف ودع الحياة؟ توفي عام 1964 بعد مؤتمر أدبي، لكن وصيته كانت ثورة بحد ذاتها. ماذا قال؟ لا أريد أن تنشر أعمالي الكاملة، فالفكر الذي لا ينتقد يموت. هل فهمت الآن لماذا خالد؟ لأنه علمنا أن الثورة الحقيقية تبدأ بالقلم لا بالرصاص. فكر العقاد لا يزال حياً فينا، وعقله نور ضد الظلام. وانتظرونا في الحلقات القادمة من حواديت مصرية مع شخصيات مصرية ملهمة أثرت في المجتمع المصري والوطن العربي. ماذا تنتظر؟ اشتركوا الآن، فالفكر قوة.